السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد، نهار جديد، معكم شهوة الدار مع فاطمة. اليوم غادي نحضر معكم كيك سويسرور، طريقة سهلة، أهم تيجيكم لذيذ لذيذ بلا قياس واقتصادي في نفس الوقت. ما تنسونيش بهذاك اللايك والبرطاج مع الحباب والصحاب، وتابونوا في القناة، تبركوا على زر الاشتراك باش يوصلكم كل جديد مني. ونصلي ونبي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله على بركة الله. غنبداو ب5 ديال البيضات. هنا عطيتكم جينواز ديال 5 ملاعق ديال الدقيق و5 ملاعق ديال السكر سنيدة. هنا وضعت 5 ديال البيضات بالحرارة ديال المطبخ عفوا. تكونوا مخرجينهم من الثلاجة من قبل. صافي هنا وضعتهم في الإناء، وما يكونش فيه حتى قطرة ديال الماء، يكون ناشف الإناء. وهنا زدت واحد القرصة ولا قبصة ديال الملح، ساشي ديال الفاني باش نسمو الجينواز ديالنا. والطراب هنا غادي نطربو طراب كهربائي باش يطلع لينا البيض مزيان. ضروري طلعوا البيض مزيان في هذه المرحله هذه. هنا غادي نطلع شويه البيض مزيان، ومن بعد غادي نزيد 5 ديال المعالق ديال السكر سنيده. صافي هنا غادي ندير معكم بالمعلقه بعد ما طربت البيض شويه، يعني تقريبا قرب يطلع عاد زدت السكر. هنا في هذه المرحله يطلع لكم البيض مزيان. الا درتو هذه الطريقه البيض ديالكم راه تيطلع مزيان، دغيا دغيا تيطلع. صافي هنا غادي نزيد نطرب مزيان حتى يطلع لينا داك البيض مزيان ويتقال. كما تلاحظوا معايا راه تيرجع بحال شي كريمه. صافي من هاكم تتهزوا تيهبط هذاك الخليط، تيهبط يعني تيهبط، ما تيوليش يبقى داك الخلاط تيقطر. صافي عرفوا ديالكم يعني البيض راه طلع مزيان. هنا 5 ديال المعالق ديال الدقيق. هنا درت هنا 5 ديال المعالق، 4 ديال المعالق ديال الدقيق ومعلقه ديال الكاكاو المر. ما كنتوش غادي ديروا الكاكاو، يعني تجيكمش الجينواز بالكاكاو، غادي ديروا الدقيق، يعني تكملوا 5 ديال المعالق بالدقيق. انا عوضتها بمعلقه ديال الكاكاو المر، يعني درت 4 ديال الدقيق وزدت معلقه ديال الكاكاو المر باش كملت 5 ديال المعالق. صافي هنا تنغربل الدقيق، ضروري تغربلو شويه. هنا خميره ديال الحلوى زدت هنايا 4 غرام، ما زدتش بزاف، يعني ماشي الخميره يعني كامله. وهاد الجينواز تبارك الله تتجي طالعه وتتجي ناجحه من اول تجربه. هنا بالخلاط اليدوي نخلط غير بشويه كما تشوفوا معايا. انا شويه مسرعه لكم الفيديو باش ما يجيكمش طويل، انا غير بشويه بشويه باش هذاك البيض ديالنا ما تيهبطش. باش الا حركتوه يعني بالجهد ولا مزيان، هذاك الخليط كله ديال البيض اللي طلعته في الاول غادي يهبط لكم ويجيكمش الجينواز يعني زوينه وما تجيكمش طالعه. صافي هنايا خديت هنا 3 المعالق تاع الزيت و3 المعالق ديال الماء. صافي هنا خديت هاد المعلقه ديال الخليط من جينواز وزدته على داك الماء والزيت، وغادي نزيدو هنايا على الخليط باش نحاول ما نهبطش يعني البيض ديالي. كما تشوفوا معايا نحاول الجينواز ديالنا ما نهبطوهاش، الا زدتو مباشره تخافوا تهبطوا الجينواز ديالكم. وصافي تنحركو من الفوق لتحت غير بشويه بشويه على هاد الطريقه هذه. صافي انا خديت الصينيه ديال الفران ديال الضو. كما تشوفوا معايا صينيه راه معروفين هاد الصواني تيكونوا قياس واحد ديال الإتيمة، الفران الإتيمة يعني راه معروفين الصواني ديالو. صافي هنا فرشت ليه ورق الطبخ كما تشوفوا معايا. ضروري يكون عندكم هذاك الورق ما تيلصقش، الا درتوه هو تيلصق يعني الجينواز ديالكم كامله غادي تلصق لكم في هذاك الورق. ولا عندكم تيلصق دهنوه بشويه تاع الزيت ولا شويه ديال الزبده. صافي هنا هبط الخليط ديالي وتنخبط الصينيه ديالي كما تشوفوا معايا باش تحيد لنا داك الفقاعات اللي في الخليط باش ما تجيناش الجينواز ديالنا مثقبه. انا طيبتها غير فران غازي، درتها من الفوق على عافيه باش متوسطه ماشي مهيله باش ما تقصحش لياش. وخليت الفران تسخن مزيان حمى مزيان، ودخلت اللاطه ديالي درتها من الفوق على عافيه متوسطه. صافي حتى حسيت به طاب وهبطته لتحت، يعني غير واحد شويه صافي حيدته مباشره. هنا رشيت عليه شويه السكر كلاصي باش هذيك القشره ديال الوجه ديالو ما تمشيش لينا، تبقى محافظه هذيك القشره ما تمشيش لينا. صافي شوفوا الجينواز كيفاش تيجي تبارك الله، ما تيجي خفيف واحد الجينواز وبلا ما تحتاجوا لا تسقيوه لا والو، تيجي زوين بزاف تيجينا رطيب. صافي وهي باقا سخونه هنا غادي نروريها كما تشوفوا معايا على الكاغط. صافي وغادي نخليها تبرد، ضروري تخلوها تبرد تماما. عاد بداو تعمروا الجينواز ديالكم. دازت عليها هنا واحد 2 سوايع ولا 3 ديال السوايع، وعاد رجعت للكريمه. غادي نطلع الكريمه ديالي كما تشوفوا معايا. صافي هنا هي المرحله راه طلعت. هنا درت 2 كيسان بالكريمه السائله كانت عندي.
من الطورطة اللي كانت عندي الأولى. شوفي راه تعاود هاد الفيديو. الطورطة اللي كنت خدمت معاكم يعني بقات ليا النص ديالها، زدت 2 كيسان راه كانوا كافييني في هاد السويسرور. هنا غادي ننكّه الجينواز ديالي. هنا عندي هنايا حليب محلى اولا نيسلي، هذا كان عندي متوفر ماشي شريته على ود هادشي، كان عندي في الدار. نكهت به هكا الكريمه ديالي تعطي واحد المذاق زوين. وهنا الزبده تاع اللوتس حتى هي زدتها تعطي واحد المذاق زوين مع الكريمه. هاد الكريمه جات لذيذه لذيذه بلا قياس. هاد المكونات عندكم ديروهم، ما عندكمش ماشي مشكل، ديروا غير الكريمه ديالكم وطلعوها وديروا الحليوه لوليداتكم راه تتجي زوينه بزاف. صافي هنايا حركت هذاك الخليط كما تشوفوا، دخلت هذاك حليب نيسلي ومع داك زبدة اللوتس. صافي وقفت. هنايا الكريمه ديالي هنايا موجوده. صافي هنا السويسرور اولا الجينواز ديالي راه برد. غادي ندوز باش نعمرو. شوفوا الكريمه تتجي زوينه بزاف. وصافي هنا كما خليته قلت لكم تقريبا 2 سوايع اولا 3 تاع السوايع، ما عقلتش بالضبط. شوف هذيك القشره ما تشقش لكي، غير ديك القشره بحال اللي تشقت راه ما يعني ما تقسم ما والو. صافي تنعمر هنايا الكيك كما تتشوفوا معايا. تندير واحد الكريمه، يعني ما بغيتوش انا يجيني بالكريمه عامره بزاف تزقهم شويه، الا جاتكم فاني اكثر من القياس يعني ديروها ماشي بزاف، تكون فاني ماشي تبخلوش على الكيك ديالكم، ديروا فيه غير شويه. صافي هنا تنعمرو تنليسي هنايا كما تشوفوا معايا الجينواز مزيان من الجناب تجينا مقاده. ما ديوش على صوتي راه ضربني البرد. وتنحاول نقاد هكايا الجناب كما تلاحظوا معايا. انا درت شويه ديال الكركاع تيجي في الحشوه زوين وتيبقى محافظ على القرمشه ديالو. وهنا شويه ديال حبل الملوك يعني اللي معسل معلب درت منه. هادشي كان عندي متوفر درتو، ما عندكمش ماشي مشكل، الدنيا هانيه كما نقولوا. اللي عندكم قديو به. هذا الشيء كان عندي هكايا في الثلاجه. صافي عمرت به هكا شويه سرور او تيعطي المذاق زوين. صافي هنايا غلفتها. عمرتها وغادي نغلفها بالكاغط وغادي ندير عليها السلوفان وغادي ندخلها للمجمد. انا درتها قليله من قبل، درت وضعتها في المجمد وخليتها يعني حتى الغدا عاد كملت لها التزيين ديالها. ما كنتش مزروبه عليها، خليتها يعني قد ما خليتها في المجمد باش تجيكم في التقطيعه زوينه وما تبقاش تخسر لكم. يعني من جهه تقطعوها ولا تعمروها هكايا وانتي تزينوها من الفوق ما تخسرش لكم. ضروري تكون شويه مجمده، واخا ما تخلوهاش الليله كامله، ولكن جمدوها تقريبا واحد 3 ديال السوايع او حتى 4 ديال السوايع. صافي هنا تليسي هنا كما تشوفوا معايا بالكريمه غير بشويه بشويه تنبقى حاول نقاد لها الوجه ديالها. صافي هنا غادي نقادها مزيان كما تلاحظوا، يعني غير بشويه بشويه ديروا مع الخاطر. الحلاوه ديال الكريمه ضروري يكون عندكم الخاطر باش تطلع لكم زوينه وتجيكم النتيجه زوينه. الا دغيا كنت ما عندكمش الصبر دغيا تكرهيها وتقولي كاع ما نديرش انا هاد الحلوه، ما عندي ما ندير بها. ضروري شويه ديال الخاطر الحلوه راه تجيكم مقاده. صافي تنحاول نقادها بعد ما نقادها غادي نرجع معاكم. وصافي هنا ليسيت لها الوجه ديالها كما تشوفوا معايا. غادي ندخل هنا للمجمد نخليها تشد في راسها وغادي ندوزو للكلاصاص اللي باش غادي ندير لها الكلاصاص باش غادي نزين لها الوجه ديالها. انا درتها بمذاق ديال الشكلاط. صافي هنا الكلاصاص هنا عندي 10 ديال القطع ديال الشكلاط وزدت عليهم هنا واحد المعلقه تاع كاكاو المر مع شويه ديال الحليب، تقريبا واحد 4 المعالق ديال الحليب اولا 5 المعالق. صافي دوبت هذاك الشكلاط مع الحليب ودرت واحد المعلقه تاع الزبده. صافي دوبتهم وهنا خليته شويه دفا ما يكونش يعني سخون. غادي ندوب لكم الكريمه غير تقلبوا حتى يدفى لكم واحد شويه، تخليوه ضروري شويه دافي باش ما يجمد لكمش. وصلنا نكلاصيو به هنا الكاطو كما تشوفوا معايا. راه دغيا دغيا تيجبد مع الكاطو. الحلوه جامده وهو راه ملي تكبوا عليها دغيا دغيا تيجبد عليها. هنا خديت الزبده تاع اللوتس غير واحد شويه ديال فاني دوبتها. وهنا زينت بها درت بها هاد الخطوط وصافي التزيين تيبقى اختياري. هنا خديت بوش درت فيه شويه ديال الكريمه وتنديروا هاد الوريدات كما تلاحظوا معانا. هاد التزيين بسيط واي وحده ديرو زعما ماشي واعر بزاف والنتيجه تجي رائعه. هاد السويسرول جا رائع بزاف بزاف وبنين بلا قياس، حماقوا عليه وليدات. وهنا غادي نقسم معاكم هنا
الطرف باش تشوفوا كيفاش جا من الداخل. أنا حيدت هادوك الطروفة اللي كانوا من القدام، يعني باش تبان لينا ديك الطوية ديال السويسرول، تجينا المنظر ديالها زوين. وصافي أنا غادي نقطّع معاكم قطعة، تيجي واحد السويسرول رائع بزاف، وغير جرّبوه راه ناجح 100%. وتا هاد الجينواج راه ساهلة، وتتجي ناشفة، تجينا رطبة، وتجينا زوينة في الماكلة. وهذه هي النتيجة. نتمنى ينال الفيديو ينال إعجابكم، ما تبخلوش ليا باللايك، البارطاج مع الحباب والصحاب باش تعود الفائدة على الجميع. وتنشكركم بزاف بزاف على المتابعة ديالكم، على اللايكات ديالكم، على الدعم ديالكم، على البارطاج ديالكم. تنشكركم بزاف بزاف. وهنا سمحوا لي إلا شهيتكم، راه تجي واحد الكيك ولا سويسرو رائع بزاف بزاف. نتمنى تجربوه لوليداتكم وتحضروه. وتنشكركم بزاف بزاف، خليتكم على خير، السلام عليكم.